مرحبا يا أصدقاء، أتمناكم بخير وعافية وين ما كنتم. في شهر سبتمبر العام الماضي بدأت تحدي بيني وبين نفسي أقرأ 100 كتاب في 100 يوم. رغم ضغوطات الشغل، الجامعة، شغل المكتبة، الاجتماعيات وغيرها، قدرت بحمد الله وفضله أخلص التحدي. حقيقي التحدي والقراءة كانت موقظة لي في كثير من الأيام الصعبة وليالي الأرق والتعب في العام ده، وفي ظل الظروف اللي بتمر بها بلادنا الحبيبة وشعبها الجميل. فك الله كربتها وأعاد إليها الأمن والأمان والاستقرار، ونصر إخواننا في غزة على من عاداهم، وثبت الأرض تحت أقدامهم، وحفظهم بعينه التي لا تنام. قررت أنه أبدأ التحدي للمرة الثانية، رغم أنه فقدت كل كتبي وكل المكتبة، ولكن حأواصل بإذن الله وأكمل التحدي. البند الوحيد في التحدي كان كتب أقل من 200 صفحة، بحيث أنه أنا أقدر أخلصها في نفس اليوم غير ما تتعارض مع مسؤولياتي التانية. الفيديو مفروض ينزل في شهر سبتمبر مع بداية التحدي، ولكن أن تأتي متأخرا خير من لا أن تأتي. في الفيديو ده حأتكلم عن قراءة شهر سبتمبر اللي هي كانت بدايات التحدي وأول 10 كتب من 100. في الفيديو القادم يوم الخميس القادم إن شاء الله حأتكلم عن قراءات شهر أكتوبر، وحتكون ضمنها كتب التحدي الأخرى. من غير ما أطول يلا نبدأ الفيديو. أول كتاب بدأت به التحدي كان للرائعة والقريبة لقلبي جدا رضوى عاشور، كتاب تقارير السيدة را. بتحكي فيه رضوى عاشور يومياتها ومواقف بتمر بها وذكرياتها. حبكتها رضوى بشكل مشوق جدا ولغة رصينة وجميلة. رضوى من الأقلام المفضلة جدا لدي، عندها أسلوب ساحر، اختيارها للمفردات دائما عميقة وجميلة، وعناوين الكتب مميزة جدا. الحاجة اللي بتميز رضوى دائما هي نظرتها الجميلة للأشياء حولها. تقارير السيدة را كانت من أجمل الكتب التي قرأتها في التحدي. الكتاب الثاني هو التخلي عن الأدب، عنوان متفرد، للكاتب المغربي عبد الفتاح كليتو. له أسلوب أخاذ ومتفرد في اختيار العناوين والمواضيع في كتبه. عبد الفتاح هو كاتب وناقد ومترجم مغربي، يكتب باللغتين العربية والفرنسية. هي عبارة عن مقالات قصيرة تغوص بالقارئ في بحور الكتب الغربية لإيجاد الكنوز العربية، وهي عادة كليتو الرائع التنقيب عن جواهر الأدب والإرث العربي. كتاب مبهر جدا، لغة سلسة وفخمة وسرد شيق. الكتاب الثالث هو مكتباتهم لمحمد آيات حنة، وهو كاتب ومترجم مغربي مهتم بالفلسفة والأدب بأسلوب ذكي وشيق. بياخذنا الكاتب في جولة بين مكتبات العديد من الكتاب والأدباء حول العصور، كمكتبة بورخيس، ابن سينا، الجاحظ وغيرهم، في بساط من لغة ساحرة ومدهشة وجميلة ورصينة. بيدل الكتاب على مدى ثقافة الكاتب واطلاعه واتساع رقعة قراءاته. من أجمل الكتب التي تتحدث عن الكتب والمكتبات، أنصح بها جدا. الكتاب الرابع سيمفونية البحر أو صياد السمك وروحه، للكاتب أوسكار وايلد. عبارة عن نوبيلا قصيرة تبحر في الروح الإنسانية وتنبش ذلك الشيء اللامرئي. بتحكي الرواية عن صياد سمك يريد أن يتخلى عن روحه من أجل حبيبته حورية البحر، فيلجأ لكاهن لفعل ذلك الأمر، ولكن تحدث الكثير من المواقف والأحداث خلال هذه الرحلة. أسلوب الرواية خفيف وجميل، والحبكة مشوقة، والسرد سلس ورائع. الأيام لا تخبئ أحد، للكاتب السعودي عبد خال. ليست قراءتي الأولى لعبد خال، قرأت له روايته الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية 2020، رواية ترمي بشرر.
كنت مندهشة جدا من جمال أسلوبه وحكاياته المتداخلة وجراءته في عكس الواقع بصورة مذهلة وبليغة وبلغة رصينة. رواية الأيام لا تخبئ أحدا لا تقل روعة عن ترمي بشرر. بتبدأ الحكاية في السجن لما يلتقي بطل الرواية بشخصيتين في السجن وتبدأان في سرد حكايتهما عليه وشذرات متفرقة من ماضيهما. يبدأ البحث في تفاصيل دقيقة ويربط الكثير من الأحداث خلالهما. الرواية رائعة رغم الشخصيات الكثيرة والمتداخلة فيها. الكتاب السادس طفل من حقول الكاكاو للكاتب البرازيلي جورجي أمادو. أمادو هو روائي وصحفي وسياسي برازيلي وواحد من أهم الكتاب في البرازيل وأشهرهم. ألف أمادو أكثر من 40 كتاب بين الرواية والقصة القصيرة والشعر. في كتابه طفل من حقول الكاكاو هي عبارة عن سيرة ذاتية للكاتب بيعكس فيه أمادو الروح البرازيلية وروح الأرياف البرازيلية. ولد أمادو في مزرعة كاكاو في قرية من جنوب البرازيل. في الكتاب بيحكي عن طفولته في مزرعة الكاكاو وبالأخص بيحكي عن تأثير بعض الكتاب عليه وعلى طفولته وعلى أسلوبه وعلى شخصيته. بيوغرافيا لطيفة وجميلة وكأنها زبدة من الكاكاو. الكتاب السابع رواية سيدهارتا لهيرمان هيسا، رواية من تأليف الروائي الألماني هيرمان هيسا. بتتناول الرحلة الروحية لفتى يسمى سيدهارتا. هو فتى متعطش للمعرفة والبحث عن الحقيقة المطلقة والأنا الباطنية والذات والحب والحياة. وسيدهارتا كلمة سنسكريتية تعني صاحب الهدف المحقق. طابع الرواية فلسفي بحت، رواية ممتعة تدعو للتأمل والتفكير مع حضور قوي جدا للطبيعة وأصواتها. أسلوب الكاتب سلس ولغته جميلة والترجمة كمان رائعة. الكتاب الثامن هو رواية مملكة العنقاء للكاتبة المصرية الشابة منى أحمد طه. تحكي الرواية عن فتاة تسمى حياة تستيقظ ذات يوم في عالم غير عالمها وتبدأ في رحلة من التوهان والتشتت إلى أن تتأقلم في عالمها الجديد بمساعدة مدرسها الشخصي. وبتاخذنا الكاتبة في رحلة زمنية بين عالمين مختلفين برمزية جميلة جدا ونظرة من زاوية مختلفة للحياة. النهاية كانت صادمة بالنسبة لي ولكن بتحمل رسالة إنسانية قيمة عن الصبر والتغلب على الصعاب في الحياة. لغة الرواية جميلة جدا. استخدمت كمان الكاتبة تشبيهات بليغة جدا بتدل على ثقافتها ومدى اطلاعها. رواية أرض الأخوات سالا سيموكو هي رواية من أدب الفانتازيا والمغامرات. بتبدأ بسقوط أليس ابنة 11 عاما في فوهة ثلجية تنقلها من عالم إلى عالم آخر. الرواية جميلة جدا مشوقة وبتسرد القيم المتأصلة في الصداقة وحب الغير والتعاون. سالا سيموكو هي كاتبة وناقدة مترجمة فنلندية بتمتاز بأسلوبها الخفيف والجميل وخيالها الواسع في جميع رواياتها. قرأت لها ثلاثية بياض الثلج وكانت جدا جدا جميلة. صوت البحر للكاتب ألبرتو مورافيا، عبارة عن مجموعة قصصية بلسان امرأة بتحتوي على 13 قصة بتحكي عن الحب، الحياة، العلاقات الحميمة، العقد النفسية والاضطرابات، حب الذات والحياة. لم تعجبني أبدا المجموعة القصصية. هي فقط تصور المرأة ككائن شهواني مبتذل فقط لا غير. الحبكة كمان كانت عادية جدا، تفتقد التشويق في القصة. بعيدا عن المحتوى الجريء اللغة كانت غير جيدة. قراءتي الأولى لمورافيا لم يعجبني أبدا أسلوب الكاتب وانتقاله وأفكاره. كانت بداية غير موفقة. يمكن في المستقبل
ودي كانت أول 10 كتب من تحدي 100 كتاب. أتمنى أنكم استمتعتوا بالفيديو. وفي الختام، في كل كتاب عالم كامل، وإلى أن نلتقي في عالم جديد، كونوا بخير وفي أمان الله.